تموح وتيجي بالسلامة. بيراميدز بيودع بطولة أفريقيا، وكابتن سيد عبد الحفيظ بيلقن أيمن عبد العزيز درس في يعني إيه ما تبقاش بيب بيب وتضحك الناس علينا، هو وكابتن طارق يحيى. حلقة جديدة من المشجع هنتكلم فيها عن خسارة بيراميدز الطموح، وعن درس كابتن سيد عبد الحفيظ اللي اداه لأيمن عبد العزيز، وطبعا هنرد على كابتن طارق يحيى ونثبت للناس مين هو البيب بيب فعليا. حلقه جديده من المشجع، ما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير، وتوصلونا للغير، لان اصحابنا واخواتنا يعني مزودين العيار على الصفحه شويه عشان يقللوا وصولنا، ولكن الحمد لله. تعال نبدا كده النهارده بالطموح. بيراميدز بيخسر من مازيمبي 3-0 وبيودع البطوله قبل نهايه الجوله. طبعا بيراميدز زي ما انتم عارفين مشاركاته في افريقيا كلها بتبوء بالفشل، ان كان في الكونفدراليه او حتى في افريقيا. طبعا طلع علينا بعض الاعلاميين زمان قال لك ده مشروع وده الانجاز، وناس قالوا لك ده بيراميدز لما يكون في افريقيا هو اللي هيبقى بينافس سان داونز، وناس قالوا ده اللي هيبقى بينافس الاهلي، وناس قالوا ده اللي هيعمل وهيعمل وهيعمل. عملوا كل حاجه، صرف بالمليارات. خد بالك ان بيراميدز ده صرف فلوس قد اللي صرفه الاهلي والزمالك وفرق الدوري المصري كلها في اخر 5-6 سنين. هو صرفه في موسمين 3 قد كل انديه افريقيا مجتمعه. بيراميدز ده صرفه لعيبه، مدربين، رواتب، كل اللي انت عايز تقوله قوله، والمحصله صفر. النتيجه صفر. طلع علينا اعلامي قبل كده فيلسوف زي ما انتم عارفين قال لك خدوا بالكم وخلوا عندكم بعد نظر، والتجربه دي هتنجح، والتجربه دي لما تنجح كل الناس هيجروا ورا اللعيبه ورا المدربين عشان يقعدوا يتكلموا على الانجاز اللي هم عملوه. خلوا عندكم بعد نظر وبلاش تضحكوا الناس عليكم، والاغتيال اللي انتوا تحاولوا تعملوه للعيبه وللفرقه دي اصبروا عليها 2-3. سبرنا 2 و3 و4 و5 والمحصله برضه صفر. ليه برضه صفر؟ عشان الموضوع مش محتاج لا فلسفه ولا عبقره ولا طموح. بيراميدز اصبح نادي المرتزقه، وهنا المرتزقه شيء مش عيب، كلنا بنروح شغلنا عشان نرزق وعشان ناخد فلوس، لكن في فرق بين ان انت تكون رايح وانت قلبك على الشغل، رايح وانت بتطلع احسن ما عندك عشان عايز المكان اللي انت فيه يكون في احسن صورة ليه وفي احسن انتاجية ليه، وما انت تكون رايح مكان عارف انك كده كده هتاخد مرتبك، اديت ما اديتش هاخد مرتبي، الشركة كسبت خسرت هاخد مرتبي، الشركة حققت ما حققتش الناس دي هيدوني فلوس، لان الناس دي الخلاصة غرضهم هو كيد النادي الاهلي. يا جماعة لو انتوا بتدوروا على السبب ما تضحكوش على نفسيكم، السبب لا هو فني ولا هو اداري ولا هو لعيبه. والله لو جابوا كل الصفقات اللي جابتها السعوديه حطوها ببيراميدز، وجابوا كل المدربين الفنيين اللي في السعوديه وفي اوروبا وعملوا اللي ما عملوهوش، جابوا كل خد بالك بيراميدز ده جرب كل حاجه، جاب اداريين من الاهلي، جاب لعيبه من الاهلي، زمالك، اسماعيلي، محترفين، اداريين، عنده اداريين دلوقتي من الالتراس، عمل كل حاجه، عمل كل حاجه، مدربين اجانب، مدربين مصريين، كل اللي انت عايز تقول، مدربين من الدوري السعودي، كل اللي انت عايز تقول ده بيراميدز عمله وجربه، والنتيجه واحده، صفر. صفر كبير. ليه؟ لان اللعيبه والاجهزه والاداريين وكل الناس دي عارفين ان النجاح مش ان هو يكسب بطوله، النجاح هو في كيد النادي الاهلي. نادي غرضه ان انا كيدك، هتخش على صفقه اخش لك عليها، تخش على لعيب اخش لك عليه، اخد لعيب طالع من عينك ومن عندك ومن ناشئينك. ايوه هو ده غرضه، ده حقيقه الموضوع عشان ما نضحكش ونلف على نفسينا. فالنتيجه دايما هتكون صفر، لان ده مجرد ما بيحصل خلاص هو ده الانجاز. انا لعيب واحد زي رمضان صبحي، انت كنت كل اللي انت عايزه مني ان انا اجيلك، فانا اصلا خيري عليك، انا سبت الاهلي وسبت النجوميه وسبت البطولات وضحيت وسبت الجماهير وسبت كل حاجه، فانا اصلا خيري عليك. عبد الله السعيد نفس الكلام، كل اللعيبه اللي موجوده دي هو شايف ان انا مجرد ان انا اجيلك واسيب اهلي او زمالك، انا اصلا عامل معاك واجب وعامل معاك جميله، لان في الاخر انت مين؟ وبالاخر انا مستفاد منك، انا ضحيت بدول وجيت لك نتيجه ان انت بتديني اشوله فلوس بس، خلاص وخلصت. لا تطلب مني روح، لا تطلب مني مجهود، لا تطلب مني بطوله، لا تطلب مني تحاسبني. دي حقيقه الامر والخلاصه، ان اللعيبه والاداره والكل عارف ان الغرض
والغرض مرض هو كيد النادي الاهلي. ده المطلوب تحقيقه. طالما اتحقق بقى في صفقه، في شتيمه لعيب، في خناقه مع لعيب، في مكسب الاهلي في ماتش من الماتشات، بس خلاص مش مهم اي حاجه تانية. طب بطولات، سلم لي على الطموحات. ودي خلاصه بيراميدز اللي الكل شافها وعرفها واتاكد منها، عشان ما حدش يطلع يقعد يتكلم كلام كبير ومتزوق. خلاصه بيراميدز هدف الناس كلها اللي هم عارفينه واللي واصل للعيبه واللي واصل لكل الناس كده الاهلي. غير كده ما تستناش منه حاجه، لان هو ده التارجت بتاعه وهو بالفعل بيحققه. نيجي بقى للنقطه الثانيه وهي النقطه الاهم. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا كان في لقاء مع كابتن ايمن عبد العزيز، وانا ما اعرفش مين اللي قال لايمن عبد العزيز يطلع يقعد مع كابتن سيد. كابتن سيد ده يا جماعه راجل تقيل قوي وصعب قوي، والقعده قدامه بفلوس، والقعده قدامه لو انت فاكر انك هتقعد قدامه وهتعمل نفسك يعني فاهم او ليك وجهه نظر، يبقى انت زي ما بيقولوا كده يا عم الحاج حطيت نفسك قدام القطر. وانا ما اعرفش مين اللي ضحك على ايمن وقال له اقعد قدام سيد، مع حفظ الالقاب للاثنين. اعتقد انه مهيب هو اللي عمل ده وحط ايمن في موقف لا يحسد عليه. وبصراحه كابتن سيد لخص حاجات كتير جدا 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 كنا بنتكلم فيها من زمان. لو تفتكروا الزملكاويه دايما بيقول لك على جمهور الاهلي جمهور البيب بيب، وشايفين ان البيب بيب او اللي يقصدوها بيها ان احنا جمهور ما بيفهمش وما بيعرفش في الكوره وهم اللي بيفهموا وي وي وي، وان جمهور الاهلي جمهور البيب بيب ان هو بيحتفل وبس عشان الاهلي بيكسب وبس وبدون فهم. وبعيدا عن وجهه نظرهم اللي طبعا كابتن ايمن عبد العزيز وكابتن مؤمن سليمان وكابتن طارق يحيى اثبتوها لنا وكابتن سيد عبد الحفيظ علمها لهم، هقول لك بقى ان كلمه بيب بيب دي شعار الفرحه والفوز. وعلى راي كابتن عصام الشوالي لما قال بيب بيب اهلي في ديربي القاضيه ممكن. تعال اقول لك ان ايمن عبد العزيز فضل مصمم على ان 10% من الكوره تكتيك والباقي ملوش لازمه. طبعا كان سيد حفيظ قال له عيب الكلام اللي انت بتقوله ده، وانا كنت فاكرك يعني هتعدله، وان اللي انت بتقوله ده كلام ما ينفعش يطلع من حد بيدرب. وساله قال له هو انت جالك انديه تدربك؟ قال له انا جالي انديه تدربني طلبت مني ان انا ادربها كتير. قال له طب انا بحذرهم او بقول لهم خدوا بالكم، لان طبعا كلام متناقض، كلام ملوش اي معنى، كلام بيدل ان هي دي العقليات اللي احنا بنتعامل معاها. تخيل ان هو ده الزملكاويه بيقول لك احنا بنفهم كوره، احنا مش بيب بيب، احنا مش عارف ايه، وهم حقيقه الامر زي ما بيقول لك كده تبليك واللي فيها تجيبه فيك. صدقني والله العظيم تخيل واحد كان موجود بالواسطه وهو زعل وقال لك انا الناس اللي بتهاجمني في السوشيال ميديا دي ناس موجهه. لا يا كابتن ايمن، الناس اللي بتواجهك دي او بتهاجمك عشان انت كنت موجود في منتخب مصر، عشان انت صاحب حازم امام. بدليل انت تقول لي ان التكتيك 10%. تخيل ان انت تذكر بيب جوارديولا كمثال وتقول اصل هو بيجيب احسن لعيبه في العالم عشان يكسب بيها من غير تكتيك، وراجل اصلا على راي كابتن سيد قال لك يا ابني ده حبيبي عيب اللي انت بتقوله ده، ما تحافظش على وجهه نظرك، عادي انك تقول حاجه غلط وتطلع تتراجع فيها، ده مش عيب، اكبر يا حبيبي. طبعا وهو مصمم على الكلام اللي كان بيقوله هو وعكسه. قال له انت بتقول ان بيب جوارديولا بيجيب اللعيبه عشان ينفذوا التكتيك بتاعه. يقول له لا، اصل التكتيك، اصل التنظيم في الملعب يا ابني ما هو نفس الكلام ونفس المعنى. وزي ما بيقولوا كده فضحوا زنقوا حطوا زي ما بيقولوا كده قدام القطر، واثبت ادي العقليات اللي بنتعامل معاها، ادي العقليات اللي بيتم تعيينها في منتخب مصر. الشيء الغريب ان كابتن ايمن عبد العزيز قال لك ان كابتن مؤمن سليمان طلبني وقال لي برافو عليك ان انت قلت ان التكتيك بيمثل 10%. ده في مدرب الماني قال قبل كده ان التكتيك بيمثل 5%، وبرافو عليك انت يا ايمن كويس وشاطر. وزي ما تقول كده انا يعني مؤمن سليمان بيثني على كلام ايمن عبد العزيز، يعني فاهم، يعني تحس ان الموضوع صعب جدا. ولكن هم دول ابناء الزمالك وهم دول مسؤولين الزمالك اللي بيتم تعيينهم بالواسطه وبالحب، بتكون دي النتيجه وبيكون ده الكلام. نفس البرنامج يكون موجود فيه قبل كده كابتن طارق يحيى ويطلع يتكلم ويقول ان النادي الاهلي اهم حاجتين في تاريخه واللي غيروا تاريخه جون ابو تريكه في الصفاقسي وضربة جزاء اطهر الطاهر. طبعا كلام في محاولة من التقليل من الاهلي وتاريخ الاهلي بشكل عبثي. تخيل ان دول المسؤولين، دول الناس اللي هم المفروض بيفهموا في الكورة، دول الناس اللي المفروض مدربين فرق. واحد شايف ان التكتيك بيمثل 10% وهو ده بالرغم من الكورة اساسها التكتيك دلوقتي والتكتيك. واحد شايف انه بيثني عليه وشايف ان كلامه ده صح. تاني طالع بيقول لك ان الاهلي كل اهم كورتين في تاريخه، الاهلي اللي معاه
11 بطولة افريقيا، شايف ان هو كل تاريخه بيتمثل في كرة الصفاقسي وكرة اطهر الطاهر. طبعا نسي القضية، ممكن نسي الفوز على الزمالك نفسه، كل ده هو نسيه. نتيجة ايه؟ نتيجة ان هم بيحاولوا يلعبوا على مشاعر الجماهير، بيحاولوا يقولوا كلام ليس له اي معنى، بالرغم ان اللي هو بيتكلم فيه ده يقول لك اصل احنا اول نادي راح كاس العالم للاندية. يا ابني اول ناس راح العالم للاندية مين؟ والنادي الاهلي. يقول لك لا اصل البطوله ما اتلعبتش بس اتحط الجدول فاحنا اول ناس رحنا. يا ابني رحنا، انت ما رحتش. يعني رحنا دي معناه ان انت سافرت اليابان. يقول لك لا احنا اول ناس رحنا اليابان. انا بس عايز اقول لك ان احنا الحمد لله تم اثبات على الشاشه من بقهم، ان كان من كلام ايمن، من كلام طارق، مع حفظ الالقاب للجميع، ان الناس دي فعلا المعنى الحقيقي للبيب بيب. الناس دي المعنى الحقيقي انه الصيت ولا الغنى. احنا هنقول ان احنا بنفهم كوره، هنقول ان احنا مفيش مننا اتنين، وفي الاخر ادي المدربين، ادي الناس اللي بتكون موجوده على الشاشات، ادي الناس اللي يكون موجود في الاجهزه الفنيه، منهم الجهاز الفني للمنتخب، وبيمثلوا الزمالك وبيطلعوا بيبقوا زعلانين لما الناس بتهاجمهم، والناس بتقول ان هم بيجوا بالواسطه، بيجوا بالحب، بيجوا عشان هم اصحاب حازم، بيجوا عشان هم بعلاقاتهم، بيجوا ويمثلوا المنتخبات المصريه ويمثلوا الاعلام المصري. للاسف والناس دي ما ينفعش تطلع اصلا تتكلم، لان مش هقول لك بقى تبقى موجوده على الخط، لان الناس دي مش عارفه تتكلم على التكتيك، ولا عارفه تتكلم على الكوره، ولا على علم الكوره اللي موجود في اوروبا، وبيخلوا نفسهم اضحوكه. ولكن صدقني هي دي العقليات اللي للاسف اجبرنا ان احنا نكون موجودين معاها، او يكونوا دول منافسينا. شيء بس اللي عايز ناكد عليه في نهايه الحلقه ونقول بمناسبه افريقيا، بيراميدز اللي حاولوا ينفخوا فيه ويصنعوه، شكرا للنادي الاهلي على وجودك في بطوله افريقيا. شكرا للنادي الاهلي اللي لو ما كانش موجود في اخر 25 سنه كانت الكره المصريه هتبقى اضحوكه من الفرق الافريقيه والعربيه. النادي الاهلي اللي يقدر يحافظ على حظوظه في الوصول للمباريات النهائيه، ويحافظ على حظوظه في الفوز بالبطوله ل 11 مره، ويفضل موجود في وسط عمالقه القاره الافريقيه، عشان تبقى الكره المصريه المتمثله في النادي الاهلي رقم واحد، ويفضل الاهلي النقطه المضيئه في وسط سواد الكره المصريه والفشل اللي احنا بنشوفه، ان كان شفناه من فرقه حصلت افريقيا بالخروج اكتر من مره، حصلت المجموعه، او من فرقه شهيره بالمرتزقه، لعيبه بتاخد فلوس بتروح النادي بتروح من النادي، هنكيد الاهلي ونعمل لكم شويتين ان كنا ان احنا سيبناه وجينا لكم، او كنا بنعمل مشاكل او نفتعل خناقات، او نبقى عندنا روح وحماس قوي في ماتشات الاهلي. غير كده مش ملكوش حاجه عندنا، ما طلبوناش بقى اكتر من كده. زي ما انتم شفتوا اهانه في افريقيا وخروج في كل البطولات بشكل مغزي ومذل للكوره وللعيبه، ولكن قدر الاهلي ان هو يكون الكبير والكل بيتعلم منه. وانا بقول لو في مسؤول في الرياضه المصريه يعني بيهمه الشأن الرياضي المصري وسمعه مصر، لازم يكون على الاقل بيدي الاهلي حقه، عشان هو الوحيد اللي رافع راس الكره المصريه، بدل ما يكون بيحاولوا دايما ان هم يساندوا فرق زي بيراميدز، فرق زي الزمالك، وللاسف نتيجتهم ان هي دايما بتكون الخساره والهزيمه وتقديم الصوره السيئه للكره المصريه داخل الملاعب الافريقيه. فادي الحق، انا بقولكش جامل الاهلي، ادي الاهلي حقه، لان هو اللي رافع راسك في وسط ما الكل ملبسك طرح. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، وما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير. سلام.